بص انا اقول لك، انا اول واحد ايدت السيسي، وانا اول واحد عارضت السيسي لما حسيت ان الدنيا مش ماشيه على هوايا. بس انا ايد وعارض لما يكون الدنيا فيها استقرار والدنيا تمام وماشيه. بس لما احس ان الدنيا كلها بتتامر عليا، لا، اعمل ستوب وافهم. بص واسمع وافهم للنهايه، ادي لنفسك صبر لاخر الفيديو. تفهم ايه لما تلاقي مفتي حكومه الوفاق الليبي اللي بيحكم الجزء الغربي من ليبيا طالع بيطالب الليبيين والشعب المصري بالنزول يوم 25 يناير عشان نعمل ثوره ونشيل الدكتاتور السيسي. عايزك تركز في المعاد كويس جدا. وبعدين انت بتطالب الليبيين ليه؟ مش كفايه الشعب المصري؟ ولا انت بتخاطب الخلايا النايمه من الليبيين اللي موجودين في مصر؟ طب تفهم ايه برضو من الثوار الاحرار اللي في سوريا اللي لسه محررين بلدهم من نظام بشار الدموي القاتل؟ برضو بيطالبوا الشعب المصري والشعب السوري بالنزول يوم 25 يناير عشان يشيلوا النظام الدكتاتور السيسي. عايزك تركز قوي في المعاني. برضو ايه علاقه السوريين وبيطالبهم ليه بالنزول؟ طب ما تركز في بلدك الاول وتبنيها وتخليها نموذج يحتذي بيه من ديمقراطيه ورفاهيه وحريه، وبعد كده ابقى تعالى كلمني على النظام الحاكم في بلدي وبقى حرضني بالنزول واسقاطه. ولا انت عايزنا ننزل نخربها ونجيب واحد يسلم سينا لاسرائيل زي ما عملته في جبل الشيخ وقرى الجنوب السوري ونبقى في الهوا سوا؟ طب نفهم ايه برضو من الصوت اللي طالع من ليبيا وسوريا في التوقيت ده بالذات وبيطالب باسقاط النظام الظالم في مصر؟ هو نفس الصوت في نفس التوقيت طلع من السودان واليمن والعراق وغزه. اي والله زي ما بقول لك كده، وكانهم متفقين مع بعض ومحددين الوقت والرساله اللي هيقولوها لك. يعني مثلا اليمن اللي غرقانه في الارهاب وسيطره الميليشيات وعدم الاستقرار، ومع السودان اللي اتقسمت اولادها هربوا منها وجم لنا لاجئين بعد ما شافوا العذاب الوان ولسه بلدهم متجهه للتقسيم تاني وهتبقى 3 دول مش دولتين بس. فهم عايزينك انت مصري تنزل تفشخ الواقع وتنزل تخرب بلدك بايدك وتهدها عشان ترجع تبنيها. طب تفهم ايه من كل الدول اللي فاتت دي اللي سنين ومش هترجع تاني ولا حتى بعد 50 سنه؟ كل دول عايزينك تبقى احسن منهم مثلا؟ طب كل اللي فات ده كوم، وان نفس الصوت اللي بيطالب بالنزول طالع من غزه اللي انت طول عمرك بتقدم لها مساعدات مفيش دوله قدمتها لها، غزه اللي انت بتحارب في كل المحافل الدول علشانها وعلشان توصل لحل الدولتين وتبنيها وتعمرها وتجبر الدول بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه. طب اقول لك على حاجه، انا مش مستغرب على لان خلاص ما بقاش في غزه، والسبب معروف، حماس اللي بعتت جنودها ودخلوا حدودك واطلقوا سراح الارهابيين المطلوبين وقتلوا الضباط والجنود المصريين علشان بس يزعزعوا استقرارك ويعملوا اماره اسلاميه في سيناء وينفذوا مخطط التهجير الاسرائيلي. فلو انت نسيت انا عمري ما هن كل دول اتفقوا عليك مع العلم ان انت وقفت معاهم، كلهم اجتمعوا عليك عشان تنزل تسقط نظام الدكتاتور السيسي. مصر تتحرر من الظلم وتسود فيها الحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه ونبقى في ديمقراطيه حقيقيه ونمشي بمبدا حب لاخيك ما تحبه لنفسك. اصحى يا صاحبي وافهم. انا افتكر كلمه لابويا قالها لي زمان، قال لي ما حدش في الدنيا دي يحب يشوفك احسن منه. انت طبعا هتقول لي هو احنا احسن منهم في ايه؟ هكتفي بكلمه عيني في عينك كده وهقول لك خلي بالك قوي ان الهجوم على مصر مختلف تماما عن 2011 لان ساعتها كان المخطط لسه في بدايته والجيوش النظاميه العربيه كانت لسه بقوتها ما وقعتش. انما انت دلوقتي لوحدك بعد كل الجيوش العربيه اللي حواليك ما وقعت ودول الخليج كلها محتله بالقواعد الامريكيه وطبعا ما بقاش منها فايده. وطبعا تعاظم الميليشيات الارهابيه المسلحه اللي هي دلوقتي بقت تحكم دول. والله بقت تحكم دول دلوقتي. ساعه الصفر هتبدا عليك لما تبدا تنزل يا صاحبي وتحاول تخرب بلدك. اللي بيحصل دلوقتي كبير قوي لان دي اخر حلقه في المخطط. ابو محمد الجولاني بيطالب الاكراد وقوات قسط في سوريا بالتحكم في 13,000 ملف داعشي، زمايله السابقين في سجون الاكراد شمال سوريا اكيد انتوا عارفينها، علشان عايز يبعتهم لغرب ليبيا على حدودك الغربيه. واسرائيل عماله تزق الفلسطينيين ناحيه سين وبيستعدوا لمخطط التهجير. وقوات الدعم السريع في السودان بتهدد جيشك تهديد علني، والحوثيين في اليمن بيهددوا بغلق باب المندب، واثيوبيا انت عارف هي بتعمل ايه بالظبط، وتركيا بتنوش معاك من البحر الابيض المتوسط. كل الدول دي هيتحركوا في وقت واحد ساعه الصفر اللي انا قلت لك عليها في البدايه عشان يسقطوا الشعب المصري والجيش المصري، زي ما تركيا وامريكا واسرائيل وجبهه تحرير الشام اتحركوا في وقت واحد لاسقاط الجيش السوري. كل دول وزيد عليهم الاخوان الارهابيين وبيجهزوا لك وعاملين منتخب خسيس عشان كل هدفهم اسقاط الجيش المصري وبيسعوا بكل قوه وكل الوسائل. بس ارجع واقول لك يا مصري، انت كلمه السر في المعادله، يا نعدي ونبني بلدنا مهما كانت الظروف صعبه وزي الزفت، يا بعد الشر ننزل ونهدها ومش هنلاقي حته نروح وهتبقى خراب على الكل. ولو كان في بصيص امل واحد كنا شفناه في كل الدول اللي وقعت دي. فهمت الرساله؟ وصلت؟ خلي بالك بقى ووصل الرساله لغيرك. سلام.